كان حتى كان الله في كل مكان. وكان الحبق والسوسان في حجر نبيل عدنان. وكانوا الناس كيعيشوا في امان، ويحطبوا الحطب لدواير الزمان. هادو 7 بنات رسلوهم عائلاتهم يحطبوا الحطب. وكانت بينهم وحده زينه اسمها هينه. وكيف ما هو معروف، خاصهم يرجعوا لديورهم قبل مغيب الشمس، حيت كيخافوا من الغول. وملي البنات كانوا تيجمعوا الحطب، كل وحده فيهم لقات شي حاجه. وحده لقات دبليج، وحده لقات خاتم، وحده لقات مشطه، وحده لقات عقد. الا هينه لقات مشهاب اللي هو قطيب. جمعوا البنات الحطب في رزيمات، وكل وحده زات الرزمه ديالها على كتافها، وشدوا الطريق راجعين ديورهم. الا هينه كانت كل خطوه تتمشيها كتحل ليها رزمه الحطب ديالها. ورجعوا البنات باش يعاونوها باش تحزمها عاوتاني ويكملوا الطريق. وكانت كل مرة تحل من جديد ويعاونوها تاني حتى قرب مغيب الشمس. وهنا البنات خافوا، كملوا طريقهم بلا ما يتلافتوا الهينة. وهي مازال مشغولة في الرزمة، شوية جات ريح قوية، وكان وراها داكشي اللي كانت خايفة منه. كان وراها الغول. عاونها في حزيم الرزمة، وحط المشهاب في العقدة، وقال ليها: نهار تجي الشتا والريح نقول ليك هينا مدي المشهاب، مديه ليا. رجعت هينة مرعوبة باكية للدار. سولت همها: مالكي؟ حكات ليها داكشي اللي وقع مع الغول. ولكن مها قالت ليها: ما عندك مناش خافي، حيرة غير فيه. ودازت ايام ويام، وفي يوم كانت فيه الريح قوية والشتا خيط من السما. جا الغول كيف وعد هينة، وقال لها: ايوا هينة مدي المشهاب. كيف سمعت هينة ترهبات وترعبات، وقالت لمها: نار يمي، الغول جا، اشنو ندير؟ قالت ليها امها: قولي لي تمدوا لي امي. جاوبات هينة الغول: قالت لي تمدوا لك امي. قال ليها: تعطيك الغمة لا انتي ولا هي. ايوا هينة مدي المشهاب. جاوباتو: تمدوا لك اختي. قال ليها: يعطيك الخوا لا انتي ولا هي. ايوا هينة مدي المشهاب. جاوباتو: تمدوا لك خالتي. قال ليها: يعطيك الخلا لا انتي ولا هي. ايوا هينة مدي المشهاب. جاوباتو: تمدوا لك عمتي. قال ليها: يعطيك العمى لا انتي ولا هي. ايوا هينة مدي المشهاب. فكرات ام هينة في فكرة، وقالت ليها: ابنتي، ركبي على ظهر الخادم وتغطاي ومدي ليه المشهاب، والغول ما يقدرش يخطف الخادم. ايوا هادشي اللي كان. ركبات هينة على ظهر الخادم وعطاتو المشهاب. ولكن حتى الغول كان ذكي وما دارش بيه. خدا المشهاب وغرسو في عين الخادم، وخطف هينة من ظهرها ومشى. الخادم المسكينة ما بيديها وحيلة. رجعات عندهم تبكي وتخوت وتقول: لا لا مشات عيني عمات، لا لا مشات عيني عمات. هينة كانت مخطوبة لولد عمها اللي مشى للحركة. من نرجع ما لقاهاش، وسول عليها امها. جاوباتو: هينة ماتت. وطلب منها تنعت ليه قبرها. ونعتت ليه قبر مجهول ما عارفين ناسو. بنا عليه خيمتو، تما ماكلتو، تما شرابو ونعاسو. داز ليام وليالي، وفي ليلة الثالثة جاتو مرا كبيرة ما عرفها ما هواش إنس ولا جان. قالت ليه بكلام مفهوم: والمقيل علاش مقيل تما؟ راك مقيل على خزنة كنز مدفون. اما هينا راه خداها الغول. دخل الشك في ولد عمها، ما بقاه جاه نعاس، وبدا كيفكر في كلام الشارفة، وقرر يرجع لدارهم. كيف شافتو الميمة جاي على حصانو
بدات تزغرت وتقول: سعدي بوليدي رجع ليا. دخل الدار وطلب منها طيب ليه احب اكله عنده، وهي بركوكش، وتقدمها ليه في زلافه وهو مازال طايب سخون. ومن فرحة مو برجوعه ما رفضت لي الطلب وقامت بالواجب. جابت ليه بركوكس سخون يفور، ولكن عوض انه ياكلو شد يد ميمتو وحطها وسط الزلافة الطيبة، وقال لي: دابا قولي لي فينا يا هينة. جاوبت امه: اطلق مني يا ولدي، راني تحرقت، ونقول لك فين مشات هينة الله يرضى عليك. وحكات لي امه قصة الغول واللي وقع. سراج الحبيب حصانو وجماعة تادو، وخدا معاه في رحلة البحث عن مخطوبته قفة من الملح، قفة من السكاكن، قفة من المخايط، وقفة من اللي باري، وشد الطريق. وصل على الكدية الكحلة وقال: الكدية، مالك تكحالي وتزيدي في الكحولية؟ جاوباتو: بالسيفة ولدي ما نكحال ونزيد في الكحولية، وهينا دازت عليا. ايوا وصل على الكدية الزرقاء وقال: الكدية، مالك تزرقي وتزيدي في الزروقية؟ جاوباتو: بالسيف ما نزرق ونزيد في الزروقية، وهينا دازت عليا. وصل على الكدية الصفرا وقال: الكدية، مالكي تصفاري وتزيدي في الصفورية؟ جاوباتو: بالسيف ما نصفار ونزيد في الصفورية، وهينا دازت عليا. استمر ولد عمها على هاد الحال حتى وصل الكدية البيضاء، وقال: الكدية، مالكي تبياضي وتزيدي في البيوضية؟ جاوباتو: بالسيف ما نبياض ونزيد في البيوضية، وهينا ساكنة فيا. والعم نزل من على حصانو فسمع هاد الكلام، وكان عنده امل يلقى هينة في هاد المكان. بقى يسول اللي لقى من الناس على فين ساكنة هينة، وكلهم تيقولوا ليه: هينة اللي تزوجها الغول. ومستغربين لانه حتى واحد ما يقدر يقرب لمكان سكن الغول. ايوا نعتولو المكان، وصل لدار الغول، ولكن منين يدوز باش يشوف هينة؟ كيفاش يعمل باش يتكلم مع هينة؟ شوية هو يخرج عنده واحد الفروج من دار الغول، عيط عليه ويسولو: اشنو كتعمل هينة؟ جاوبو الفروج: هينة غسلت الصوف وجات نشرو باش ينشف. قال ليه ولد العم: سير كلمها ليا، لف الصوف على رجليك وخرج تجري عندي، وهي غادي تتبعك. وهادشي اللي كان، وما شدها الفروج حتى شدها عند ولد عمها، عاد وقف. وكيف شافتو هينة قالت ليه: انا يا ولد عمي، اشنو جابك وكيف ندير ليك؟ الغول يرجع من الصيد يشم ريحتك ولا لقاك ياكلك. اليوم لا انت ولا انا ولد عمي. فكرت هينة فين تخبي ولد عمها، وهي تنزلوا المطمورة، دقات القرنفل والريحان والورد ورشات به الدار باش تخبي ريحته على الغول. من اللي جا شم شي حاجة ماشي هي هذيك، وقال لها: ريحة الناس ناس في بلادنا يا عبادنا. جاوبته هينة: ما كاين والو غير انا. قال لها: ريحة الناس ناس في بلادنا يا عبادنا. جاوبته هينة: غير ريحة الورد والقرنفل والريحان اللي دقيت. منين وصل وقت النعاس الغول شد شعر هينة ولفو على رجليه باش ما تقدرش تنوض ولا تهرب. ولكن هاد المرة هينة تكلمت مع النملة الرقيقة وقراتها، وطلبات منها ان تفك ليها شعرها من رجلين الغول باش ينعس.
وهكذا بدات النملة تسليها بالزغبة بالزغبة حتى فكاتها. طلعات ولد عمها من المطمورة ورشت الدار مرة أخرى بالخلطة ديال الأعشاب اللي دقات وهربوا. ولكن هينا ما دارتش بحسب المهرز اللي دقات فيه. كيف خرجوا من الدار بدا يتهز حتى السما ويتخبط طن مع راس الغول. افطن هينا مشات الغول والارض يقول يتهز تاني ويتخبط عاود طن في راس الغول. فطن هينا مشات الغول. فاق الغول من نعاسو وبدا يشمشم وتبع طريق هينا. تلفتات هينا بانت ليها عجاجة كبيرة تابعاهم. وفاش قربت العجاجة لقاتو الغول جاي يجري وراهم وهي تغوت: ناري يا ولد عمي الغول تابعنا وقرب لينا اليوم لا انت ولا انا. رمى ولد عمها قفة اللي باري تغرسو في رجلين الغول وبقى ينقي فيهم حتى بعدو عليه. ومنين كملت نقية تبعهم تاني. وفاش قرب ليهم هينا تقول: ناري يا ولد عمي الغول تابعنا وقرب لينا اليوم لا انا ولا انت. رمى ولد عمها قفة المخايط. الغول بقى ينقي ينقي حتى بعدو عليه. ومنين كمل تبعهم تاني. رمى ولد عمها قفة سكاكن. فلحو الغول رجليه مزيان بقى ينقي ينقي حتى بعدو عليه. ومنين كملهم تبعهم تاني. رمى ولد عمها قفة الملح. فاش مشى الغول فوق منها حرقاتو الجروح اللي في رجليه وما بقاش قاد يزيد. نادى الغول هينا وقال: واه هينا نتصرف لك زيف. جاوباتو هينا: ما نديروش. قال ليها: نتصرف لك دبليج. قالت له: ما نهزوش. قال لها: نتصرف لك مجدول. جاوباتو: ما نتحزمش بيه. قال لها: نتصرف لك شربيل. جاوباتو: ما نلبسوش. قال لها: نتصرف لك طير. جاوباتو: ما نقربش ليه. قال لها: واهينا الطيور الا لقيتيهم ضاربين في السما ما تفكيهمش. كملات هينا طريقها هي ولد عمها وكل مرة تلقى حاجة وما تهزهاش. جاو واحد الطيور فوق راسهم وبداو مضاربين. بغا ولد عمها يفكهم ما خلاتوش. لكن في الاخير نزل وفكهم. هو يسرطو واحد الطير وبقات هينا تبكي عليه. من بعيد بان ليها واحد السارح مع الغنم ديالو كلبة. شدات هينا الكلبة ذبحتها وسلخت جلدها ولبساتو. وهكذا هينا ولات من فتاة جميلة تصرفت وولات كلبة. قعدت تعاود ومشات جهة السارح. وكيف شاف العود تعجب. ورجعت هينا مع السارح للدار وهي قايدة العود. وبداو تيقولوا: يا حليلي كليبتنا جابت لينا عود. في كل ليلة كان يجي الطير يحط فوق الدار ويقول: وهينا واش عشاك الليلة؟ تجاوبوا: عشاي النخالة ورقادي بين الخوالف. ويقول الطير: أقرح قلبي قرح. ويطير ويزيد. وفي كل ليلة نفس الشيء حتى خبر الجار السارح بداكشي اللي كيطرى. عس عليها وسمع وشاف بعينيه كل شيء. الليلة التالية قال لمراتو: عشي هاد الكلبة بالفتات يعني التريد ورقديها بين بناتك. وفي الليل جا الطير وقال: وهينا واش عشاك الليلة؟ جاوباتو: عشايا الفتات ورقادي ما بين البنات. جاوبها الطير: افرح قلبي فرح. وطار وزاد. فكر السارح شنو يدير فاش شاف وسمع المرة الثانية. مشاو عليه الناس باش يعرض على الطيور كاملين
ويزردهم ويوكلهم مزيان. والطير الثقيل هو اللي ما غاديش يقدر يطير، وهو اللي صارت شي حد. وكان كلام الناس صحيح. فاش كلاو الطيور كاملين كلهم طاروا الا واحد. وقال ليه السارح: حط ولدي. قال ليه الطير: حطوا لك عور. قال ليه: حط لي يا ولدي. قال ليه: نحطوا لك زحاف. قال ليه: حط لي يا ولدي كيف صرتيه. وحطوا. وكان ولد عم هينة تهلا فيه السارح وعاف عاملو كيف ولدو. وفي يوم ماشي بعيد قال للسارح: بغيت نتزوج بالكلبة. قال لي السارح: اشنو تتقول ولدي؟ هذه معمرها كانت. ولكن بعد إصرار الشاب قرر باش يزوجها ليه. وناس القبيلة تعجبوا وكيضحكوا، كيفاش يقدر شاب يتزوج بكلبة اللي هي حيوان؟ إلا ما فرطاتش وعملات ليه عرس كيف جميع الناس. وفاش كانت هاينة ولد عمها بوحدهم قال ليها: لوحي الجلد. ولحت هاينة الجلد. وفي الصباح مول الدار قال الخادم باش تمشي تشوف سيدها كيف صبح، واش الكلبة كلاتو ولا لا. مشات الخادم وتفاجأت باللي شافت، ورجعت تجري عندهم وتقول: الله على مرات سيدي شحال زينة، البياض بيض الثلج، والشعر طويل بحال الليل، والخال فوق الخد باين. وهكذا رجعت هينة كيف كانت بنت زينة. وهادي نهاية حكاية هينة والغول. ومشات خبيرتي من الواد لواد، وبقيت انا مع الناس الجواد.